محمد عبد الوهاب طبعا رمز المنصورة، رمز ناجح، الناس كلها بتبقى فخورة. حطت ايدك عند الدكتور رضا عبد السلام، بيعملوا قوات طبية، قوافل طبية النهارده بتخدم المجتمع ككل في المنصورة، و27 مركز في المنصورة أو المنصورة وضواحيها. تقول ايه حضرتك من ضمن الناس اللي بينظموا القوافل دي اللي بتخدم فعلا المنصورة في كل مكان؟ بالنسبة للدكتور محمد، أنا شغال في الطبية في الزرع الكبد، معايا بطلع غرفة طبية. ده هو رمز عالمي. أنا حضرتك عامل في عمليات مركز جراحة الجهاز الهضمي وزرع الكبد مع الدكتور محمد من أول حالة جامعة المنصورة زراعتها، وأنا معاه من يعني زمان. أنت معاه من البداية؟ معاه من زمان، أنا من سنة 90 وأنا في الجهاز الهضمي في العمل. دكتور محمد زي ما الدكتور مجدي يعقوب بقى اشهر واحد في القلب واحنا اشهر ناس في الكلى، حسيت ان احنا فعلا هناخد سكه للامام ونوصل للشرق الاوسط كله. الجهاز الهضمي يعتبر من اوائل العمليات زرع الكبد الناجحه على مستوى الشرق الاوسط، بالذات في عمليات زرع الكبد. يعني انت تؤمن في ايه؟ واحنا الناس كلها يا مصابه بكده، يا مصابه سكر، يا مصابه ايه حلو، ده 3 امراض المزمنين في هو حضرتك الكبد الحاجه الوحيده اللي خليه اما بنشيل الكبد بتاع المريض كامل وبناخد فص منه تبرع من الدرجه الاولى من اعراض المريض، حضرتك الفص بيرجع فصان تاني في المريض، والمتبرع الفص اللي بناخده منه وبيرجع تاني عن طريق العلاج والمتابعه، لان المريض والمتبرع بيفضل متابعه مدى الحياه في الجهاز سبحان الهضمي. الله، يعني ربنا بيشيل منه فص ويبعت له 2 بدل، بيبعت له 2 للمريض، والشخص المتبرع اللي شلنا منه الفص وادانا له المريض بيرجع تاني. يعني زي ما هو ما انت كأنك بيخسرش، جايبه بذره حضرتك وبتزرعها من جديد. يعني الانسان ما بيخسرش، بالعكس صحته بتزداد، ان ربنا بيضيف له الاجر مره في صحته وفي عطائه، وبيبقى فعلا حاسس ان هو بيدي، وبيتابع بقى مدى الحياه بالعلاج وبالفحوصات مدى الحياه في يعني اليوم. ممكن فص من الفصوص اللي هو ربنا بعتها له الجديده دي يتعب ويتألم، ولا هو دايما يمشي بالعلاج على مر السنين؟ على مر السنين بيفضل ماشي بالعلاج حضرتك، وبيتابع مدى الحياه من اول حاله زرعت في الجهاز الهضمي بيرجع يتابع ويتعمل له فحوصات دوري مستمر، دوريه مستمره. طب تقول ايه وانت شايف ان شغال مع نموذج ناجح، واحنا عندنا مستشفى شربين متخصصه في الشرق الاوسط في الكهف، بتحس بايه لما عمليه كده بتنجح وتلاقي الانسان الحياه مستمره معاه، ورحله العطاء الدكتور عبد الوهاب شغاله في جسم الانسان مدى الحياه؟ مش عاوز اقول لك انا ببقى واقف في ظهر الدكتور محمد عبد الوهاب طول ما هو متعقم حضرتك، طول ما العمليه شغاله. انا ساعات كنت بقف من 7:30 الصبح، ممكن ما اروحش واطبق لتاني يوم الفجر. بس ربنا عطيك بقى حيويه ونشاط، ربنا مدينا صحه ومدينا نشاط ومدينا حيويه، مش هقدر اقول لك كل حاجه طبعا بالتفصيل، لان هو ربنا بقى مسخر لنا الشغل في العمل في العمليات. بعد العمليه انت بتروح بيتك تحس ان انت في وسط ولادك عملت حاجه كده طبعا ما تعمليش، طبعا وان اولادك لازم يحسوا ان ابوهم طبعا قدم خدمه للمواطن، خدمه متكامله. هقول لك على حاجه بسيطه جدا. في رمضان لما كنا بنزرع اثناء واحنا صايمين بالنهار، مش عاوز اقول لك الدكتور محمد بيجيب لنا الفطار ونفطر كلنا على ترابيزه واحده، واحنا يعني انسان متواضع وطيب زائد ونفطر كلنا على عطاء. دكتور التخدير بيبقى قاعد جنب الحاله على ما حضرتك نفطر وزمايله يفطروا ويقوم رايح للحاله ودكتور التخدير يفطر معانا. تحسوا ان الفطار ده بقى يجمعكم كلكم في الخير، انتوا ما انتوش متجمعين في حاجه وحشه، انتوا متجمعين تحيوا حياه انسان، الحياه من عند الله. تحسوا ان انتوا متجمعين كلكم في الخير كده، ان الفطار ده في بركه، في رزق، في سعاده. طبعا لما بتعملي خير من الصبح حضرتك شغاله وانت صايمه وتفطري والحاله نايمه لسه على جهاز التخدير ودكتور التخدير جنب منها ما بيسيبهاش،
واحنا قاعدين بنفطر ونرجع تاني، كل طبيب كل واحد قايم بعمله ويرجع تاني في عمله، والعامل بيرجع في عمله والتمريض بيرجع يتعقل تاني. يا دوبك هو رزق اثناء الفطار فقط غداء. وده اللي احنا الشخصيات اللي بتبدي في مصر قليلة. يعني احنا عندنا في كل مركز او كل محافظة تقريبا واحد ربنا مسخره لخدمة المكان. يعني عندنا الدكتور عماد لشربين ربنا مسخره لخدمة الشربين بس، المحافظات والمراكز والقرى وكل الجهات. وحضرتك الدكتور محمد على مستوى الشرق الاوسط. معهد الكبد بشربين دي اللي مسؤول عنه الدكتور جمال شيحه، بطن وكبد وجهاز انما هضمي. الدكتور محمد عبد الوهاب هو مسؤول رائد عن زراعه الكبد بمركز جراحه الجهاز الهضمي في جامعه المنصوره. وده اللي احنا عايزين نقول، عايزين نقول ان النجاح ربنا بيزرعه في الانسان عشان يخدم الاخرين، عشان الخدمه اللي هو بيقدمها لما بتحيي انسان بيبقى باب السما طبعا. طبعا. وربنا يا رب يجعلنا ان هم بيوصلوا. مش عاوز اقول لك هو استاذ دكتور ومش استاذ دكتور وبس، لا ده اب للعاملين كلها اللي شغالين معاه في المكان. ربنا يكرمك. دايما رحله العطاء موجوده طول ما احنا فينا نفس ونقول يا رب رحله العطاء طبعا موجوده من اي انسان في اي مكان. وانا سعيده بيك الله يخليك. وصوره معايا